بالرغم من سهولتها وبالرغم من ان مكوناتها بسيطة وما بتاخدش وقت الا اننا دايما بنعملها اخر حاجة. النهاردة هعمل معاكم الغريبة. مقاديرها 3 مكونات بس، سهلة جدا وبسيطة. مكوناتها سمنة ودقيق وسكر. السمنة نص الدقيق والسكر نص السمنة، حسب الكمية اللي انتوا عاملينها. انا عاملة كمية بسيطة النهاردة. عملت كوباية من السمنة البلدي، بضربها بالمضرب كويس قوي لحد ما تنعم. بعد كده بنزل عليها بنص كوباية السكر الباودر، ولازم يكون السكر ده ناعم قوي. يفضل السكر طبعا ان احنا نشتريه جاهز، او لو عندنا مطحنة في البيت نطحنه ناعم جدا. ضفت كمان معلقة لبن باودر، ودي اختيارية لاننا طبعا عارفين ان هي ما فيهاش سوائل تدوب السكر، فعشان ما نحسش ان السكر مخرز معانا نخلط المكونات ونعمها جدا على قد ما نقدر بايدينا بقى بالمضرب حسب ما احنا حابين. نسخن الفرن بتاعنا على درجة 180 ونبدأ نشكلها. نشوف اي حاجة عندنا نشكل بيها. لو عايزين نعمل بايدينا اوكي، بس انا حبيت اعمل بالمعلقة المعيارية الصغيرة دي عشان تطلع كلها حجم واحد. هنكورها بالشكل ده ونرصها في الصواني بتاعتنا. طلعت صينيتين حلوين كبار، المقدار طلع كمية كويسة. ممكن نزينها بالمكسرات. انا حطيت عين جمل، ممكن نحط لوز، نحط خرز ملون كده بيبقى شكله حلو. انا حطيت عين جمل وحطيت كمان شوكولاتة شيبس. الكمية طلعت كويسة جدا. اللي حابب يجرب كوبايتين ممكن نجرب كوباية كمان. وبتاخد حوالي 10 دقايق في الفرن. بحطها على الرف الاوسط. هي بتطلع بيضة طبعا. اهم حاجة نبص عليها من تحت ونشوفها انها من تحت اخدت اللون الروز الفاتح قوي ده، يبقى كده خلاص استوت. يبقى 10 دقايق ويبقى عندنا احلى غريبة ناعمة، زي ما بيقولوا كده ناعمة يا غريبة. وجميلة جدا ومخدتش وقت، وطلعت كمية كويسة ما شاء الله. ممكن نعملها ونقدمها في اي وقت، مش لازم نبقى مرتبطين بمناسبة العيد. ممكن لو رايحين زيارة لحد نعملها ونحطها في الورق الملون ونقدمها، بتبقى هدية جميلة. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واللي عجبه ما ينساش يعمل لايك وشير. واللي اول مرة يشوفني انا شيري امام، دمتم بصحة وهنا.